السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ هتكلم معاكم النهاردة عن موضوع مهم، موضوع التزامك بالصلاة. بس عايزة اقولك الاول تصلي على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وتسمع حتة كده قالوها العلماء. قالوا: من علم قدر ما يعمل ما يطلب هان عليه ما يعمل. من علم قدر ما يطلب هان عليه قدر ما يعمل. يعني ايه؟ يعني انت لو اشتغلت، لو عرفت النتيجة اللي جايلك من ورا الشيء اللي انت بتعمله، هتعمل بجد وهتعمل باجتهاد. برضو كده موضوع الصلاة، لو تعرف النتيجة اللي هتعود عليك من التزامك بالصلاة، أداء كل فرد بفرضه في وقته، وإن الكلام اللي قاله عليه سيدنا النبي، هتعرف قد إيه إنك هتلتزم بالصلاة. مش هتسيب ولا خطوة تخطيها للمسجد، مش هتسيب ولا تسبيحة، مش هتسيب ولا ركعة، مش هتسيب ولا فرض. الرسول عليه الصلاة والسلام وصانا حتى أنفاسه الأخيرة بيوصي بالصلاة، بيوصي الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام بيوصينا: والصلاة وما ملكت أيمانكم. الصلاة وما ملكت أيمانكم. صلوا على رسولكم الكريم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. طيب، لو عرفت إن الخطوة للمسجد بترفع حسنة وبتنزل سيئة، لو تعرف إن الوضوء نفسه كل نقطة انت بتنزل منك من وضوءك دي بترفع عنك من السيئات، لو تعرف الصلاة جزاء الصلاة في المسجد 27 درجة عن ما تصليها لوحدك، مش هتسيب المسجد، لو تعرف فضل وقوفك في الصف الأولاني لتسابقت إنك أنت تحرص تقف في الصلاة في الصف الأولاني، حاجات كتير قوي من فضل الالتزام بالصلاة في وقتها، والفرض في فرضه، والفرائض والنوافل كتير. في موضوع الصلاة الكلام كتير، بس احرص على انك تقيم الفرض في ميعاده. ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. السلام عليكم ورحمة الله.